السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد، حلقة جديدة مع الكورة مع سالم. إن شاء الله النهارده هنتكلم على أخبار نادي الزمالك، أخبار نادي الأهلي. تعالى بقى نبدأ أخبارنا بنادي الزمالك. نادي الزمالك أنا عايز كل مشجع زملكاوي كده يركز معايا شوية وأقول له على الأخبار الزملكاوية الحصرية. أول خبر معانا: الزمالك بعت طلب للكاف من قيمة 10 أيام أو أسبوع ان ماتش دي كده يتلعب في استاد القاهره ذهابا وايابا. اللي حصل ان الكاف رد على نادي الزمالك ووافق ان الماتش ذهاب وعوده يتلعبوا في استاد القاهره، والجمهور كمان كل التمنيات لنادي الزمالك في دور ال 32 من الكونفدراليه ونوصل لدور ال 16 باذن الله. معانا خبر تاني زملكاوي اتنشر على بعض الصحف وبعض السوشيال ميديا وبعض البرامج ان جون ادوارد بنسبه 90% هيستقيل عن نادي الزمالك. فطلع هشام نصر نفى هذا الكلام نهائي، قال لك جون ادوارد مكمل ولا صحه في هذا الخبر اطلاقا. ومكملين مع نادي الزمالك واشاعات جديده وزي ما بنسمع والكلام على لسان احمد شوبير. احمد شوبير طلع قال لك ان لعيبه الزمالك الاجانب او 4 لعيبه من الاجانب هيرفعوا شكوى ضد نادي الزمالك. الكلام ده مظبوط؟ هقول لك مش مظبوط. طلع برضه مسؤول من نادي الزمالك ونفى هذا الكلام. كل الحاجات اللي احنا نعرفها ان لاعب واحد من النادي الزمالك اجنبي وهو بنتايج محتاج ياخد فلوس يا اما يفسخ التعاقد مع النادي الزمالك في يناير المقبل. ده بالنسبه لبنتايج. اما بقيه اللاعبين لسه ما حدش عمل حاجه، واللي انا شايفه من وجهه نظري كل لاعب بيتكلم في فلوس فهو حقه لان اللاعب ده متغرب ومن حقه اللي هو يتكلم في فلوس ويطلب بحقه، ودي حاجه طبيعيه جدا. يلا بقى كمان خبر تاني زملكاوي مش هيعجب نادي الزمالك وجمهوره العظيم. خبر زملكاوي حصري ومميز: المدير الفني السابق لنادي الزمالك وجروس. يا سلام، اتنين مدربين مره واحده. المدربين دول رفعوا قضيه على نادي الزمالك لان مميز كان متفق مع اداره نادي الزمالك وجون ادوارد ان هو ياخد كل شهر جزء من مرتبه، وهو ده الاتفاق اللي دار ما بينهم. اختلف الكلام من نادي الزمالك لان الزمالك عنده ازمه كارثيه في نادي الزمالك ومهدد بقفل النادي، ودي حاجه اول مره نسمعها ويا ريتني ما سمعتها. وجروس رفع قضيه برضك على نادي الزمالك. يبقى كده الاثنين مدربين رفعوا القضيه على نادي الزمالك، واحتمال كبير جدا ان القيد الزمالك القادم ستوب هيقف. تعالى بقى نروح لاخبار النادي الاهلي ومشجعي النادي الاهلي. الاهلي عايز اقول لكم يا جماعه شرف، الاهلي ركب النقطه وطار. الاهلي بقى في حته ثانيه. كل جمهور النادي الاهلي عارف وواثق في فرقته ان الاهلي هيطلع وهيبقى المركز الاول وهينافس على الدوري، والدوري ما بين بيراميدز والاهلي والزمالك، بس الاقرب هو النادي الاهلي. تعال بقى نقول الخبر اللي عندنا وهو محمد مجدي قفشه جاي له عرض دوري الخليج، ويعني بنسبه 70% ممكن ما تلاقيش قفشه في النادي الاهلي. خبر اهلاوي تاني: والاهلي بيفكر في بيع جراديشار علشان مستواه مش احسن حاجه مع النادي الاهلي. طيب ايه اللي موقف البيعه او ايه اللي موقف العرض اللي جاي له؟ اللي موقف الحاجه ديت هو مستنيين ان المدرب الجديد يجي وهو اللي يشوفه عايزه ولا مش عايزه. عشان كده محدش عارف يتصرف في جراديشار دلوقتي، والعرض لما المدير الفني الجديد للنادي الاهلي يمسك وهو اللي يختار موجود في الاهلي او خارج النادي الاهلي. ونروح كمان لخبر اهلاوي مش عارف الخبر ده هيبقى كويس للنادي الاهلي ولا لا. اليو ديانج زي ما احنا عارفين ان كان اخر ماتش ليه مع النادي الاهلي والمفروض يجدد العقد كان ماتش الزمالك. طبعا المسؤولين في النادي الاهلي جابوا له عرضين، والعرضين طلع عرض منه في الخليج وبنسبه كانت 90% ديانج مخلص رسمي في كل حاجه. بس للاسف المدرب ما كانش عايز ديانج يروح منتخب بلاده، فهي ديت العقبه الوحيده اللي وقفت قدام ديانج اللي هو ينتقل الدوري الخليجي او الدوري الاماراتي علشان خاطر ديانج ما يروحش يلعب في منتخب بلاده. ففضل ديانج اللي هو ما يروحش ويروح منتخب بلاده ويلعب، ويجي له عرض تاني من فرقه الخلود السعودي علشان عايز ديانج، وبنسبه 90% ديانج خارج النادي الاهلي انتقالات يناير ان شاء الله.